صباحكم او مساءكم بهجه. انا بهجه واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده عباره عن مشتريات العيد، فيا رب ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه اقول لكم ان انا فتحت قناه جديده. القناه دي هشارككم عليها كل يومياتي، وهنعمل فلوجز وهوريكم حياتي اكتر واعرفكم عني اكتر. وكمان فتحت حساب على سناب شات وعلى الانستجرام عشان اشارككم يومياتي وحياتي ونتعرف على بعض اكتر، نقرب من بعض اكتر. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. الفيديو ده بيتصور رابع يوم العيد، مش عارفه هو هينزل لكم امتى بالظبط، ربنا ييسر الحال. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه اشتريتها وهي صابون الجليسرين ده من لولا. الاثنين دول بيبقوا مع بعض، اللي هي تحت دي من غير اي ريحه، دي بريحه نسيم القطن. هجربه ان شاء الله واقول لكم رايي فيه. معرفش بصراحه عنه حاجه وما سمعتش عنه ريفيوهات يعني من الشركه دي هل هو حلو ولا لا، لكن يعني هجربه واقول لكم رايي فيه. انا اصلا جايباه علشان الجسم اكتر من الوجه، لكن هجربه في الحالتين واقول لكم رايي فيه. يا رب يطلع حلو. الاثنين مع بعض كانوا في العرض عاملين 38 جنيه سور، يعني قولوا 39 جنيه، اللي هو يعني 40 جنيه الاثنين مع بعض. يعني مثلا الواحده في حدود حاجه و20 جنيه، بس ما اعرفش سعرهم كام. احاول اعرف سعر الواحده كام وهكتبه لكم على الشاشه باذن الله اذا عرفت. فدي اول حاجه معايا. تاني حاجه جبتها الشفرات دي من كوين، دول كانوا ب 40 جنيه، هما 3 وعليهم واحده يعني 4، يعني الواحده في حدود 10 جنيه. معرفش بصراحه هل هي حلوه ولا لا، فهشوف كده واجربها واقول لكم رايي فيها وبتقعد قد ايه وايه نظامها. فهو ده شكلها تمام اهو. جبت الكريم ده، انا بصراحه ما كنتش عامله حسابي ان انا اجيبه، اسمه يوري كير اعتقد. ما كنتش عامله حسابي خالص ان انا اجيبه، ناوي اشتري حاجات تانية. ولكن قبل ما انزل شفت بنوته كاتبه ان هي بتستخدمه على الايد كل يومين كده قبل ما تنام، بيعمل تقشير خفيف للايد وفي نفس الوقت بيرطب الايد. فبتقول يعني ان هو بدل ما تستخدموا سكراب ومرطب وكده هو كله في واحد، بس ما بتستخدموش كتير. على العموم انا هقرا عنه وهستخدمه واقول لكم رايي فيه بكل صراحه زي ما انتم متعودين معايا. دي تالت حاجه جبتها، ده كان ب 23 جنيه، فسعره حلو قوي بصراحه. يعني لو بيرطب وبيعمل تقشير وكده اكيد. جبت كريم وان ده للبشره العاديه، كان سعره 32 جنيه. ما بيستخدمش كتير، يعني بيستخدم في حاجات معينه بس. وجبت حاجه كنت نفسي اجيبها بقالي كتير قوي وبنسى، وهو فازلين. طبعا فازلين ده مش مقاطعه لان ده من شركه بيور، مش شركه فازلين يعني الاصليه. الفازلين ده بصراحه لقيت ان هو حجمه كبير قوي، 110 مللي، فقلت يعني ان هو يقعد معايا فتره حلوه. تمام، هو اهو من جوه، فقلت ان هو يقعد معايا فتره حلوه. عايزه اعمل لكم ريفيو عنه واقول لكم رايي فيه. انا ما جربتش بيور قبل كده، كنت دايما بجيب فازلين، ما بقتش اجيب خالص حاجه تبع فازلين، فاول مره اجيب بيور، فنشوفه مع بعض حلو ولا لا. سعره كان ب 28 جنيه، فسعره حلو على حجمه 100 مللي. اصلا اقل حجم، اصغر حجم خالص في الفازلين بيقعد معاكم مده كبيره قوي، بيقعد شهور يعني. فده 100 مللي ان شاء الله يعني هيقعد معانا للسنه الجايه. اخر حاجه جبتها وجايباها بناء على بنوته كتبت لي كومنت ان هي عايزه لها مقارنه بين كذا نوع من انواع الليب بالم. وده كانت كاتبه لونا من ضمنهم، وانا بصراحه ما كنتش لاقيه لونا، ما كانتش متوفره الفتره اللي فاتت. فقررت ان انا اجيب النوع ده ونعمل عنه ريفيو واقول لكم رايي فيه. وان شاء الله هجمع كل الحاجات اللي هي كانت كاتباها وهعمل لكم فيديو اقول لها فيه يعني ايه الفرق ما بينهم وايه رايي فيهم. فجبت لونا بالجوز هند وجبت لونا فراوله، يعني في الصيدليه كانوا موجودين الاثنين دول، ما كانش فيه انواع تاني. كان فيه الايس كريم بس جربته قبل كده من سنين، هقول لكم رايي فيه بالفيديو ان شاء الله. استنوا فيديو عن كل المنتجات اللي انا اشتريتها النهارده ان شاء الله، هقول لكم رايي فيها. كل حاجه جربتها وكل حاجه يعني عجبتني او ما عجبتنيش هقول لكم رايي فيها. كمان عايزه اقول لكم بوينت معينه، ان انتوا هتلاقوني ان شاء الله على مدار الفتره اللي جايه اي منتج انا بجربه بعمل لكم عنه ريفيو. وكمان لو عملت عنه ريفيو ولقيت ان فيه حاجه فيه اتغيرت، بمعنى مثلا منتج قلت عنه ان هو الله حلو قوي بس لقيت بعد ما استخدمته لمده شهور متواصله الكواليتي بتاعته اتغيرت او مش احسن حاجه، هطلع اقول لكم. لو منتج ما كانش عجبني في الاول وبعد ما استخدمته كتير عجبني، او لما اشتريته جديد عجبني، كل ده ان شاء الله هطلع اقول لكم. يعني هتلاقوا في القناه بتاعتي دايما في ابديت لاي منتج انا بجربه، فما تقلقوش. يعني اول ريفيو بعمله بيبقى ريفيو اولي، ومع كتر الاستخدام اكيد طبعا لكم ريفيوهات تاني، سواء ان المنتج ده مازال حلو او مازال وحش او لا بقى احلى او بقى اوحش. المهم يعني ما تقلقوش باذن الله هتلاقوا كل حاجه في التشانل. اتمنى الفيديو يعجبكم. اذا الفيديو عجبكم يعني فضلا تعملوا لي لايك شير، تشتركوا في القناه عشان يوصلكم بقيه الفيديوهات الجايه، تكتبوا لي كومنت حلو عشان انا بتشجع قوي بكومنتاتكم. اي فيديو عايزين ان انا اعمله اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وكمان قولوا لي رايكم في المنتجات اللي انا جبتها. لو في حاجه جربتوها اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. وعيد سعيد عليكم، ويا رب ان شاء الله تكون دايما ايامكم الجايه حلوه وجميله وكلها بهجه وسعاده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.